الموضوع اللي احنا جايبينه النهارده فلتر جامد قوي، سهل مفيش اي مشكله. غير لك اي صوره معاك لرصاصي. الفلتر ده بتنزله ازاي؟ هقول لك بتنزله ازاي، واقول لك ازاي تضيف على برنامج لايت روم، وازاي تضيف على صورك. الموضوع ده كله ما بيكلفكش معايا 3 دقايق، وهتستفاد وهتفهم برنامج لايت روم بكل سهوله. طبعا ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما جديد، وتشير الفيديو ده لصاحبك. وطبعا الفلتر بيكون معانا بباسورد، اول رقمين في الباسورد 11. خليك معايا هقول لك الرقمين التانيين على طول، وتنزل الفلتر وتستفاد بيه. طبعا انا جوه على برنامج لايت روم ماشي. الفلتر موجود معايا اهو، الفلتر لون رصاصي كده، كل حاجه بيحولها لك لون رصاصي معايا ماشي، قبل وبعد اهو. انا ادوس على الثلاث شرطات اللي فوق دول وادوس على كلمه كوب ريسيت. طب انا ما بعرفش اقرا انجليزي عادي، يعني ايه المشكله اللي ما بعرفش اقرا انجليزي؟ فكك 1 2 3 4 5 ماشي، علامه صح بس خلاص ماشي. صوره زي دي اهي عايز اضيفها معايا، ادوس على الثلاث شرطات 1 2 3 4 5 6 بس خلص الموضوع. الموضوع سهل خالص. هحول لك الصوره كلها لرصاصي، صوره زي دي اهو بس. موضوع سهل قوي قوي قوي. صوره زي دي زرع برضو كده تمام شغاله معانا. صوره زي دي شغاله معانا برضو نفس النظام شغاله معانا ماشي. صور زي دي برضو بس الصور اللي الطويله وكده جامده معايا قوي. صوره فيها لون اخضر، طب هنشوف حوله لرصاصي مفيش اي مشكله. صوره زي دي ساده خالص كده ونازله من على السلم، الصورة كلها رصاصي بطريقة جامدة قوي قوي قوي. الفلتر ده يظبط معاك على صور كتيرة قوي. صورة زي دي، صورة زي دي. انا سريعا كده بوريك برضو ايه اللي هو بيمشي معاك على صور كتيرة قوي. ولو ما ظبطش معاك على صورة زي ما قلت لك قبل كده تقدر تخليه يظبط. يعني صورة زي دي خليه ما ظبطش معايا مثلا، ايه اللي مشكلة عندي؟ هشوف المشكلة لو في الالوان هخش على كلر اللي هي دي، هختار من فوق كده واختار هنا اللون اللي انا عايزه وانقصه ماشي. المشكله معايا في الاضاءه، هجرب في الاضاءه هنا، هجيب دي شمال اجيب دي يمين اجيب دي كده اجيب دي كده، تظبط معايا لحد ما تظبط معايا وتشوف ايه اللي ظبط معايا واروح ثابت عليه كده كده. يعني كده ما ظبطش معايا، لو جبت كده ظبط معايا اهو. انت بقى بتقدر تشوف الموضوع ده بقى ايه على حسب الصوره بتاعتك انت مصورها ازاي، عشان بتفرق من كاميرا التليفون ده لكاميرا التليفون ده. زي ما انت ما شايف كده الموضوع سهل خالص وبسيط. طب انا انزل الفلتر ده من عندك من على اليوتيوب ازاي؟ تعالى اقول لك بقى تنزل الفلتر ده ازاي من عندي من على اليوتيوب. هنخش على اليوتيوب، هتفتح لي على القناه او الفيديو اللي انا واصل لايه، الفيديو اللي انا واقف عليه، او مثلا لو انا ما اعرفش اسم القناه هكتب في الاستديو ماشي. طبعا انت بتبقى واقف على الفلتر. انا طبعا بختار اي فلتر من اللي عاجبني، ببدا اشوف الفلاتر اللي عاجباني، مثلا دول 5 فلاتر جامدين قوي ماشي، عايز احملهم. هدوس على الوصف اللي تحت كده وادوس دي موجود 1 2 3 4 مرقم لك من 1 ل 5 الفلاتر. ولو باسورد الفلتر ده بيبقى موجود الباسورد في الفيديو، بسيبه لك على مرتين. ودوس على رقم 1 كده اللي هو تحميل، اخش على اي منصه من دي موجوده، هيفتح لي كده في جوجل بلاي ماشي. طبعا الناس بتقول لي انت بتبقى سايب صوره وسيبك من النصب ده، والكلام ده موجود والله كتير، بس انا عايز اقول لك بص، طالما في قبل وبعد اهو في فلتر، انا ما بشتغلكش يعني ماشي. دوس على كلمه داونلود اللي تحت دي كده، طبعا هيبدا يعد لي 12 ثانيه. انا مش هتخطى اعلانات ولا ادخلك على صفحه تاني ولا اعلانات تخليك تطلع وتخش تاني، لا زي ما انت واقف كده 12 ثانيه بالظبط هتعد معاك كده. وبعد ال 12 ثانيه هتبدا تحمل الفلتر بتاعك. انا هشرح لك الخطوه دي بكل سهوله. داونلود هي موجوده، طبعا في صيغه فوق وفي صيغه تحت، لا احنا هنختار الصيغه اللي فوق دي كده ماشي. دي الصيغه اللي بيدعمها برنامج لايت روم، هدوس عليها كده ماشي. هو لوحده انا هدوس على علامه اكس بس دي كده اللي فوق ماشي. كلمه تنزيل تحت اهو، طبعا انت لو اندرويد ممكن ينزل عندك على طول، انا هدوس على كلمه تنزيل دي ايفون ماشي. وفي فتح بقى، فتح في ايه بقى؟ انا عايز افتح انزله على طول عندي، ممكن انزله على طول على الملفات، هو مكتوب فتح ايه، فتح فيه ملف خاص. لا يا باشا انا ادخله جوه برنامج لايت روم على طول، اروح دايس ايه، لا على لايت روم كده هدوس عليه، هدوس على الكلمه اللي تحت كده دخل الفلتر جوه برنامج لايت روم. انا كده لو دخلت على برنامج لايت روم هلاقي الفلتر موجود عندي جوه. هطلع بره كده ماشي واستنى الفلتر كده. الفلتر يا باشا ابحث الفلتر نزل عندي اهو تمام كده. قبل بعد كده وانا جوه برنامج لايت روم كده احدد دلوقتي انا ماشي صح والفلتر نزل معايا صح. وتاني رقمين معانا في الباسورد 21، وطبعا قلت لك رقمين في الاول، ودول رقمين تقدر تنزل الفلتر بكل سهوله. وقبل ما تمشي ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس. ولو الفلتر ده عجبك ما تنساش تشيره عندك على الفيسبوك وتبعته لاصحابك عشان يستفادوا بالفلتر برده. وطبعا لو عاوز اي فلتر اكتب لي في الكومنتات وهعمله لك على طول. وسلام يا صاحبي.